السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخبار رجالة، وحشتوني جدا جدا جدا. أول حاجة يا صاحبي صلي على النبي عشان أنت تاخد ثواب وأنا آخد ثواب، عليها أفضل الصلاة وأتم التسليم. لو مش متابعني اشترك في القناة عشان تتابع كل جديد. الأهلي بيتخطى المصري في مباراة ولا أروع. علي ماهر كان عايز ينتش الماتش بس مفيش الكلام ده مع الأهلي. لو في نص دقيقة لازم تفضل قاعد مركز. بيحقق النادي المصري جون في الدقيقة 95، خلاص الماتش خلص، مصر بيحتفل. حسين الشحات بيضغط على الجلاصي بيغلطه، قرار منتهى الغباء من إيلاس الجلاصي طبعا، وبنحصل على ضربة جزاء يحطها علي معلول في الدقيقة 99 يعتبر. ثم في الدقيقة مثلا 105 قندوسي بيحط قذيفة بيأكد بيها إن لا أنا قاعد، ولا أنا مش هطلع إعارة، ولا أنا هيبقى ليا دور. والأهلي بيصعد عشان يقابل إنبي في نص النهائي. اللي هيفوز من الأهلي بإنبي هيقابل الفايز من الزمالك وبيراميدز في نص النهائي الآخر، وكاس مصر هيبقى بص اشتعال. الاهلي بقى بعد كده هيحصل على راحه 3 اسابيع بقرار من كولر، لان فعلا موسم تاريخي للنادي الاهلي السنه دي. بيرجع بقى الاهلي ان شاء الله في السوبر الافريقي في 1/9 امام الجيش الملكي اللي احنا خدنا منهم رضا سليم بالمناسبه. على الجانب الاخر الزمالك صراحه شابوه الزمالك عمل بطوله قويه، احرج النصر وكان متقدم على النصر لغايه اخر الثواني، لولا تالق كريستيانو رونالدو اللاعب اللي بينقذ النصر وبيصعد بيهم لملاقات نادي الرجاء المغربي، الفريق الوحيد الافريقي اللي صعد. الرجاء المغربي الفريق الوحيد الافريقي اللي صعد في البطوله العربيه. اداء قوي من الزمالك بيحصل بناء عليه على $100,000. رونالدو بيخطف التعادل طبعا في وقت موت، وشيكابالا ورونالدو بيسلموا على بعض بعد الماتش، بيتبادلوا القمصان. شيكابالا لعيب كبير ورونالدو عارف قيمه شيكابالا طبعا. وسوري بيقول لك انا فخور بما قدمه اللاعبين، لا المفروض ما تقولش كده. انت سبب من اسباب خساره ماتش الشباب اللي لولا كان الزمالك صعد. رونالدو طبعا الزمالك بيقول يعني ان الزمالك فريق قوي ومنظم وحرمنا من الاداء، ومدرب النصر بيقول لك مهنئ الزمالك على الاداء. يا عم مدرب النصر اوعى تفتكر الصفقات اللي انت عملتها دي، الزمالك ده اقوى من النصر ده بكتير تاريخيا وكل حاجه، فاهم انت الفكره ازاي؟ بس هم بس شويه التعاقدات دول اللي مخليك بتقول اهنئ. انت مش ريال مدريد يا اسطى، فرقه عاديه جدا اصلا، يعني الزمالك كان فايز عليك. فاروق جعفر طالع طبعا في تصريحات هدامه بيقول لك ان اسوريو هو اللي يتحمل الخروج. جزء من الخروج بيتحمله اسوريو، جزء منه حظ، جزء منه مش ماشيه معاك. زيزو بيحط كره في العارضه المفروض جون. الزمالك طبعا لعنه المركز الثالث في دوري المجموعات سواء افريقيا او عربيا، رابع مره على التوالي ياخد ثالث المجموعات وما يصعدش. والزمالك بيتعاقد ردا يعني على امام عاشور، بس هي مالهاش علاقه. بيتعاقد مع محمد عادل دوله بتاع نجم الاهلي في كره الطايره، زائد النجم اللي كانوا لسه واخدينه في الكره الطايره برده من كره السله. فدي برده مش ردود امام، ما فيش اي رد هتعرف تعمله غير انك تتعاقد مع حسين الشحات. الزمالك بياخد راحه طويله مش عارفين مدتها ايه، لان اول مباراه مفروض للزمالك رسميه هتبقى 15/9 اللي هي الدور ال 32 في كاس الكونفدراليه الافريقيه. بهني طبعا من هنا نادي الرجاء. نادي الرجاء هو النادي الافريقي للاسف الافريقي الوحيد اللي صعد في البطوله العربيه، هيقابل النصر. اتمنى بقى الرجاء يفضل، حاسس ان الرجاء ده ممكن يوصل نهائي، لان الهلال والاتحاد هيلعبوا بعض، فاهم انت الفكره ازاي؟ فانت ان شاء الله الرجاء نتمنى لك ان انت تكمل وتثبت ان افريقيا لا برضه بتنافس رغم التعاقدات المجنونه اللي بتعملها الفرق السعوديه. بس برضه الكوره ملهاش كبير، لان انت مش ريال مدريد، انت جايب لعيبه منتهيه. ماني في اسوء حالاته، رونالدو في اسوء حالاته، فاهم انت الفكره؟ انت مش جايب لعيبه وهي في السوبر في التوب ليفل، لا. ميسي بقى يا جدعان في ميامي بيجيب 5 تجوان، 3 مطوشه ب3 انتصارات ب5 اهداف، وهدف ولا اروع اللي استلم على صدره دوت. صراحه ميسي طلع عيل ذكي قوي في اللي هو عمله ده، لا سعوديه ولا كلام من ده. الراجل حاسس ان هو لا عنده شغف في تحدي هناك في ميامي عايز يعمله، فاهم انت؟ لكن انت مع النصر يا عم رونالدو مفيش تحدي. هتاخد الدوري السعودي معلش سامحني ولا حاجه. المهم اهلي جده بيستمر في تعاقداته طبعا المجنونه. بيتعاقد مع كيسي لاعب برشلونه. مبروك اهلي جده، لاعب حلو ولاعب خط الوسط مفيد جدا وخبره. منتخب سيدات المغرب الاخبار طالعه تقول لك عمل انجاز تاريخي. اي تاريخ؟ ده حرام. مفيش حاجه اسمها كره قدم نسائيه، ومش حاجه اسمها حط لي بتاع على دماغك وتقول لي انها كده محجبه. ده حرام، ده مش تاريخي. وفي النهايه يا صاحبي اشترك في القناه عشان تشوف كل جديد.